كده دوروا على الناس الرحيمة الطيبة الهينة السهلة اللي لسانها حلو، اللي بتعرف تطبطب، اللي بتعرف تحضنك حتى بالكلام مش بالفعل. الناس دي هتهون عليك كتير قوي، الناس دي هتخرجك من دايرة القلق والتفكير والعصبية. فزي ما بقول لكم كده، انا الحمد لله اول ما طبقت ده في حياتي في السنتين اللي فاتوا، من اول 20 24 وكمان 25، والحمد لله بالنسبة لي هم احسن سنتين انا عشتهم في حياتي، او اهدى سنتين انا عشتهم في حياتي. لما ابتديت ادور ان انا ازاي اهدي العصبية اللي انا فيها، لقيت ان انا اصلا نفسي مش بتعصب. لقيت ان انا اصلا دلوقتي ما بتعصبش، مفيش حاجه بتضايقني. لان انا اصلا خرجت بره خرجت بره اي دايره بتعصبني، فانا مفيش اصلا حاجه بتعصبني دلوقتي. طبيعي طبعا هتعدي مواقف تضايق مره واتنين وتلاته، بس لقيتها ان هي بتستاهلش العصبيه اللي انا كنت بتعصبها قوي دي. آه مثلا انا لو كان حد قفل عليا بالعربيه انا كنت بتعصب وبتجنن وبعمل اي حاجه. كان حد خد حاجتي من هنا حطها هنا، طبعا كنت بتضايق وبتعصب. لقيت ايه مشكله؟ حد بيشيل حاجه دلوقتي ايه مشكله بيروق مثلا مكاني. حد قفل مثلا عليا بالعربيه بينزل يجيب حاجه، ايه المشكله؟ ما انا طبيعي اصلا ساعات بقفل على حد عشان انزل اجيب حاجه. لقيت ان المواضيع اسهل من كده بكتير. لقيت ان احنا ان من كتر الضغط العصبي اللي كان حوالينا، او الضغط سوري النفسي اللي كان حوالينا، كان بيخلينا ننفعل على اي موقف بسيط مش مستاهل اي حاجة. فصدقوني والله ان كل ما بنخرج من اي دايرة حوالينا بتضغطنا نفسيا، كل ما هنكون رحيمين بنفسينا اكتر. الحمد لله 2024 دي كانت اكبر نعمة ربنا كرمني بيها، ان انا رحت العمرة ورجعت حد صافي وهادي ونويت افتح صفحة جديدة مع نفسي، كمان ابقى رحيمة مع الناس اللي حواليا اللي هم اصلا يستاهلوا ان انا ابقى طيبة وحنينة عليهم. فاتعلمت اكون رحيمة بنفسي وبالناس اللي تستاهل ان هي تاخد كل الحب والطيبة اللي جوايا. فالحمد لله دي كانت 2024 و2025. وانا براجع كده فيها حياتي، ابتديت ان انا بقيت اقرب لربنا اكتر، بقيت كل حاجة بسيبها على ربنا. اي مشكلة هتقع في حياتي هو ربنا عايز كده، ربنا هو اللي موقعني في الموقف ده عشان يشوف ردة فعلي هتبقى عامل ازاي، هل هتعصب زي الاول ولا لا. فلقيت ان المواضيع عادي خالص، ما فيهاش اي مشكلة. فبعمل الفيديو ده ليه؟ عشان اقول لكم حاجة واحدة او حاجتين. اول حاجة، خليكوا زي